كثيرين لا يعرفون أن الثقافة هي المظهر الأساس لكل حضارة من الحضارات. فإذا كانت الحضارة في أقل تعريف لها هي مظاهر التقدم في الأمم، فإن أظهر مظاهر الحضارة إنما تنبع من الثقافة. وأظن أن العلاقات المصرية الجزائرية ليست علاقات وليدة اليوم، فالجزائريون والمغاربة سواء من تونس أو من المغرب الشقيق. وبهذه المناسبة أحب أن أقول لكم إن هذا اليوم العظيم إنما هو يوم العيد الوطني بالمملكة المغربية الشقيقة، فكل عام وهم بخير. تحتفل بلدنا المملكة المغربية الشقيقة بعيدها الوطني في الثالث من نوفمبر من كل عام. ويشرفنا اليوم هذا الرجل الوزير المفوض نيابة عن الجزائر، لأننا والكثيرون لا يعرفون أن الدم المصري والدم الجزائري قد اختلط أكثر من مرة. اختلط الدم الجزائري والمصري في نهاية الخمسينيات والستينيات حينما كان عبد الناصر يساعد الجزائر في تحررها من فرنسا، فاختلط الدم المصري بالدم الجزائري. اختلط الدم المصري بالدم الجزائري حينما أرسلت القوات المسلحة الجزائرية كل الطائرات والدبابات التي تملكها لتساعد جيش مصر ضد الصهاينة. ويذكر لنا التاريخ أنه في عام 73 حينما نفذ البترول المصري أرسلت الجزائر الطائرات محملة والدبابات محملة والسفن محملة، وذهب سفير أمريكا لدى الجزائر إلى رئيس الجزائر رحمة الله عليه وقتها، وطلب منه وقال له إن الولايات المتحدة الأمريكية تكره ذلك وتشجب أن تساعدوا مصر ضد إسرائيل. فقال له الرئيس الجزائري العربي القوي لقد انتهت المقابلة فلتتفضل. فهذا موقف لرئيس الجزائر. فهذه الأخوة التي تجمعنا مع أخينا وأستاذنا الفاضل معالي الوزير المفوض ليست أخوة ناتجة من هذه الجلسة، إنما هي أخوة قديمة ونحن نحاول أن نجددها. الثقافة يا سادتي هي القوة الناعمة. الثقافة هي التي تستطيع أن تمحو الحدود. الثقافة هي التي لا تقول هذا جزائري وهذا تونسي وهذا مصري وهذا سعودي. الثقافة العربية هي ثقافة واحدة، ثقافة العرب جميعا. وحينما تكون الشخصية العربية قوية وثقافتها موحدة فتأكدوا أن أمة العرب ستعود مرة أخرى.